السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله بنبدأ هنا في شابتر 1 في درس 1.2 بيتكلم هنا على concept of limit. يعني ايه concept of limit؟ يعني هنبدأ ندرس حاجة اسمها النهايات. طيب ايه هي النهايات؟ واحنا درسناها قبل كده ولا لأ؟ طبعا درسناها قبل كده، ولكن كنا بندرسها في صورة نهى، او انا كنت بدلعها بقول نهى. كنا بنكتبها كده نهى، وبنكتب هنا سين تقول، وبنكتب هنا رقم، وليكن الرقم ده هنا هنسميه ألف، ونكتب هنا الدالة دالة السين. خلاص، ده اللي كنا بندرسه قبل كده. هنا السنة دي عشان طبعا احنا بنتكلم هنا الشرح كله انجليزي والكلام بالانجليزي والاختبار بالانجليزي، فانها دي بنكتبها كده LIM limit. خلاص، اختصار لكلمة limit. والسين طبعا احنا اتعودنا ان السين بتتحول لإكس. خلاص، وبنعمل كده تقول، وبنكتب الرقم اللي هو ألف ده بنسميه ايه، وده السين بنسميها f of x. هنا بقى الدالة دي على حسب شكلها، والله دالة بولينوميال، دالة فراكشن، اي دالة، اي حاجة هحطها لك هنا. وبيقول لك هنا find the limit. يبقى ده شكل السؤال الاول، بيكون شكله زي في الاختبار. طيب جميل، كده فهمنا شكل السؤال. فهمينا بقى يعني ايه كلمة limit. ايه limit دي يعني ايه؟ اولا تخيل معايا ان انت على طريق، ده كده الطريق اللي هو الاكس والواي، ده هو ده الطريق وانت ماشي فيه، وانت ماشي في السيارة. قلت لك يا ترى لما توصل عند النقطة اللي هنا دي، النقطة دي خلاص هتكون سرعة السيارة كام؟ هو ده لما تقترب يبقى مين اللي بيقترب؟ السيارة. مين السيارة دي بتمثل ايه؟ السيارة دي هي دي اللي بتمثل لي الدالة اللي هي الاف اوف اكس. الدالة ماشية او السيارة ماشية بتقترب من نقطة معينة، عايز اعرف سرعتها كام. خلاص، يبقى هو ده معنى النهاية. يبقى انا بقترب من حتة معينة او بقترب من نقطة معينة في الطريق، اشوف يا ترى عندها ايه. طبعا احنا هنا مش سيارة، احنا هنا بيكون عندك دالة. الدالة دي ممكن تكون خط مستقيم، ممكن تكون كيرف، ممكن تكون اي شكل من الاشكال بيكون بالشكل ده. الدالة والله لو هي متصلة مفيش في النص فجوة، فبقول لك اوجدني قيمة النهاية عند نقطة معينة. خلاص، اوجد قيمة النهاية عند نقطة معينة. خلاص، فانت بنعمل ايه؟ ببدأ ان انا اعوض. طب اعطينا مثال عشان انا مش فاهم. اولا طبعا ممكن السؤال يجي في صورة رسم، وممكن السؤال بيجي في صورة عادية، والاغلب طبعا بيجي في صورة دالة. والله انا مش فاهم اي حاجة من اللي انت بتقوليه، اعطينا مثال. هيقول لك هنا evaluate، يكتب لك كده evaluate. يعني ايه evaluate؟ يعني احسب. ويكتب لك كده هنا limit لما اكس تقول، ويكتب رقم مثلا وليكن 5، ويكتب لك هنا وليكن مثلا 5 اكس تربيع زائد 4 اكس ناقص 3. فانت اول حاجة لازم تعملها كده بسم الله الرحمن الرحيم، اروح اعوض. يعني ايه اروح اعوض؟ يعني بشوف الاكس هنا رايحة لفين، الاكس هنا رايحة ل5، يبقى انا بشيل كل اكس واكتب مكانها 5. شيل كل اكس واكتب مكانها 5. اذا هنا عندي 5 اهي، دي اصلا دي اساسية عندي في السؤال فانا هسيبها. بعدها هنا عندي اكس تربيع، فانا هفتح قوس كده واكتب اكس تربيع، ولكن هنشيل مكان القوس ده، احنا قلنا هنشيل كل اكس ونكتب مكانها كام؟ نكتب مكانها 5. اذا 5 تربيع زائد 4 اكس، يعني 4 مضروبة في الاكس. قيمة الاكس بكام؟ ب5 ناقص 3. ناقص 3 دي نزلها او حد ينساها. بعدين تبدأ تحسب دي. هنا 5 هنزلها، ضرب 5 تربيع بتساوي 25، زائد 4 ضرب 5 بتساوي 20، ناقص 3. طبعا انا عندي ترتيب في العمليات، ترتيب العمليات ما ينفعش تحسب كده وخلاص، لا انت بتحسب الاسس الاول، بعدين بتحسب الضرب والقسمة، بعدين بتحسب الطرح او الجمع. خلاص، طيب يلا هنا نحسب 5 ضرب 25 بتساوي كام؟ 100. لا مش عارف. نحسبها كده. المفروض ان انت حافظها، يعني 25 ضرب 5 بتساوي 125 صح. يبقى هنا 125 زائد 20 ناقص 3 بتساوي 145، ناقص 3 بتساوي 143. المهم انت كده حسبت قيمة النهاية عن طريق ان انت شلت كل اكس وكتبت قيمتها اللي بتكون عندك هنا. طيب كده احنا فهمنا السؤال بيجي ازاي وازاي ببدأ ان انا اعوض فيه. طبعا هنا الصورة اهي بنكتب ليميت، وهنا الاكس تقول او approach بالانجليزي معناها تقترب، وهنا الدالة، وهنا ال دي هي قيمة النهاية اللي انت اوجدتها. يعني هنا انا اوجدتها بقيمة كام؟ طلعت لي هنا بتساوي 143 صح. 143 قيمة الدالة. معلش هنا كده قيمة الدالة طلعت لي 143 صح. ال 143 دي هي اللي دي بنسميها هي دي قيمة الدالة عندي، عشان كده بنكتبها احنا في الصورة دي. طيب هنا عندنا المثال ده
اللي هو هنا عندك مثال رقم 2. هنا طبعا احنا مش بنحله بطريقة الجدول ده، ولكن الجدول هو حاططهولك بس عشان نفهمك يعني ايه تقترب، بتقترب. خلاص، هنا بيقول لي evaluate اهو. evaluate يعني احسب قيمة الدالة ليميت لما اكس تقول للاتنين اكس تربيع ناقص 4 على اكس ناقص 2. طيب يبقى انا هقترب، هجرب كده ارقام قريبة جدا من الاتنين، يعني 1.9 1.99 1.999 وهكذا. كل دي ارقام بتقترب لقيمة كام؟ لقيمة الاتنين، صح؟ يبقى انا ببدأ اعوض بيها هنا، بس طبعا مش بتحل بالطريقة دي في الاختبار، ولكن هنا احنا بنفهمك. فلما عوضت، يعني ايه عوضت؟ يعني شلت كل اكس وكتبت مكانها 1.9، طلعت لي 3.9 3.99 3.9999 وهكذا. وبعدين خدت ارقام بتقترب من الاتنين بس اكبر شوية، 2.1 2.01 2.0001. كل دي ارقام قريبة جدا من الاتنين، صح؟ مين الاتنين؟ اللي هي دي. طيب جميل، ده معناه ان النهاية المفروض بتساوي كام؟ بتساوي 4. ولكن ايه هتزعلينا ليه؟ ولكن تعالى كده نجرب بقيمة الاتنين نفسها. تمام، نجرب بقيمة الاتنين نفسها. هنشيل كل اكس ونكتب مكانها 2. هنا عندي اكس تربيع، اكتب 2 تربيع ناقص 4، وهنا تحت المقام عندي 2 ناقص 2. تعالى كده نحسبها، يلا. هنا 2 تربيع تساوي 4، 4 ناقص 4، وتحت 2 ناقص 2 بتساوي 0. اوبس، ان هي طلعت لي 0 على 0. اقف بقى، يبقى هنا عندي مشكلة. طالما انا طلعت النهاية بتساوي 0 على 0، ده معناه ان انت عندك فجوة، الدالة هنا مش متصلة، بتقولك والله انت عملت حاجة غلط. ممنوع ان يطلع لك حاجة تساوي 0 على 0. طيب ليه؟ لان احنا عندنا كلمة 0 على 0 دي بنقول انها قيمة غير معينة. لو احنا قعدت كده، لو انا سألت واحد ماشي، قلت له 0 على 0 بيساوي كام؟ هيقول لي بصي انا عارف ان 0 على 0 ده يعني البسط بيساوي المقام، اذا الاجابة هتساوي 1. طيب هيجي واحد تاني هيقول لي والله انا عارف ان الصفر لما اقسمه على اي قيمة بتساوي 0. اذا هنا احنا اختلفنا، واحد قال لي 1 وواحد تاني قال لي 0. مين الصح فيهم؟ للأسف ما نعرفش. عشان كده احنا سمينا 0 على 0 دي كمية غير معينة. طيب هنعمل ايه عشان انا عايز احسب النهاية دي؟ عشان احسب النهاية دي عندك خطوتين او عندك حلين. اول حل عندك اللي هو التحليل، اللي احنا بنخلص الصفر على صفر ده في حاجة عاملة لك صفر على صفر، ده بنسميه العامل الصفري. هو ده اللي انا عايزة اتخلص منه. عشان اتخلص منه اول طريقة عندي هي طريقة التحليل. تاني طريقة عندي هو المرافق، وهتعرف الفرق بين الاتنين دلوقتي. طيب التحليل بعرفه ازاي؟ لو مفيش جذر. المرافق ده بعرفه ان السؤال بيكون فيه جذر تربيعي، يبقى المرافق بعرف ان انا هستخدم المرافق امتى؟ لو انا عندي جذر تربيعي. طب لو ما عنديش جذر تربيعي اعرف على طول ان انت هتستخدم تحليل. طب السؤال ده ايه؟ السؤال ده تحليل ولا مرافق؟ لا ده تحليل. طيب ليه تحليل؟ وامتى بستخدم التحليل؟ لو طلع لي قيمة 0 على 0. طيب تعالى كده نشوف التحليل هنا ايه. اولا ده تحليل فرق بين مربعين. هنا اكس تربيع ناقص 4. مش فاهم والله، انا مش فاكر بصراحة يعني ايه فرق بين مربعين. الفرق بين مربعين اولا اسمه فرق يعني ايه؟ فرق يعني طرح، صح؟ مربعين يعني الاول تربيع والتاني تربيع. اعطينا مثال تاني. عندك هنا اكس تربيع ناقص 9، عندك هنا مثلا اكس تربيع، او خليها بقى 4 اكس تربيع ناقص مثلا كام؟ 16. كل ده اسمه فرق بين مربعين. ليه؟ لان الاول تربيع، الاول اهو ليه جذر، والتاني الاربعة ليها جذر. نفس الكلام هنا اكس تربيع والتسعة ليها جذر، هنا 4 اكس تربيع ليها جذر وال16 برضو ليها جذر. فاذا ده اسمه فرق بين مربعين. ازاي بحلله؟ انا هنا مش بحل السؤال، انا هنا بعرفك على الفرق بين مربعين وازاي بتحلله. بفتح قوسين، هنا برضو هفتح قوسين، وهنا هفتح قوسين. جذر الاول كام؟ جذر الاكس تربيع بتساوي اكس في اكس، والاربعة بتساوي 2 في 2. واحدة سالب واحدة موجب. هتفرق احط السالب هنا ولا الموجب هنا؟ مش هتفرق. طيب يلا بينا. هنا اكس تربيع ناقص 9 حللها ازاي؟ اكس ضرب اكس، والتسعة بتساوي 3 ضرب 3. طيب واحدة سالب واحدة موجب. طب هنا الاكس تربيع جنبها 4، يبقى الاربعة دي 2 في 2 مضروبة في اكس، يبقى اكس واكس. ال16 4 و4، ال16 بتساوي 4 ضرب 4. واحدة سالب واحدة موجب. يبقى انت كده دلوقتي فهمت ايه؟ فهمت التحليل، الفرق بين مربعين. نرجع للسؤال. طيب يلا بينا نرجع للسؤال تاني. السؤال بيقول لي ايه؟ انا عايز احسب ليميت. عاوزين نحسب ليميت اهي، ليميت لما اكس تقول للاتنين
اكس تربيع ناقص 4 على اكس ناقص 2 بتساوي. قلنا لما احنا جينا نعوض، اول خطوه طبعا لازم تعملها في الاختبار ان انت بتعوض وتطلع لك صفر على صفر، عملناها في الاول. يبقى انا هفكر بقى، يا ترى هستخدم تحليل ولا هستخدم مرافق؟ مفيش جذر تربيعي في السؤال، يبقى انا هستخدم تحليل. ايه نوع التحليل بقى؟ ان انت بقى بعدها تفكر في نوع التحليل. يا ترى هل هو فرق بين مربعين ولا الطريقة الثالثة اللي هو مقدار ثلاثي. مقدار ثلاثي ولسه هنشوفه بعد شوية ان شاء الله. ده هنا اهي فرق بين مربعين، اكس تربيع ناقص 4. اذا انا هفتح قوسين، خلاص الاكس تربيع بتساوي اكس ضرب اكس، والاربعة تساوي 2 ضرب 2، وبعدين واحدة سالب وواحدة موجب. المقام عندك كده اكتبه بين قوسين اكس ناقص 2. ليه؟ لان قلت لك من شويه في حاجه، في سبب هو اللي عامل لك الصفر على صفر ده. بصي انا ملاحظ ان انا عندي هنا اكس ناقص 2 والمقام اكس ناقص 2 طاروا مع بعض، يعني كنسلتهم مع بعض. خلاص، اذا اتبقى ايه؟ انا كنسلت ده مع ده لان هو ده الصفر على صفر اللي هو السبب في الصفر على صفر. اتبقى اكس زائد 2. الحمد لله. اخر خطوه روح عوض مره تانية ب2. عوض، شيل الاكس واكتب مكانها 2. 2 زائد 2 بتساوي 4. الحمد لله. اذا قيمة النهاية هنا بتساوي كام؟ بتساوي 4. السؤال التاني عندي هنا السؤال 2.2 عشان تكون شايف الفرق بين الأمثلة. طيب هنا بسم الله الرحمن الرحيم كده بيقول لك evaluate limit، وكاتب لي هنا اكس تربيع. يلا بينا نكتبها كده. يبقى انا مطلوب مني اوجد ليميت لما اكس تقول للاتنين. اكس تربيع ناقص 5 على اكس ناقص 2. الدالة دي لما تترسم بتكون شكلها كده، هو ده شكل الدالة. خلاص، هو عاوز عند اكس بتساوي كام؟ عند اكس بتساوي 2. فين الاتنين؟ اهي. لما تيجي تركز كده، لما تيجي تطلع بخط، ايه ده في ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مفيش دالة اصلا، صح؟ الدالة هنا بنسميها في فجوة بين الجزئين. هنا الدالة مقسومة جزء فوق وجزء تحت. عند الاتنين بيحصل ايرور، الدالة بتتجن. عند الاتنين تلاقي الدالة طالعة فوق او نازلة تحت خالص، بيحصل هنا ايرور في الدالة. طيب يبقى هنا النهاية اصلا مش موجودة. طب انا هعرفها منين؟ انا في الاختبار مش عندي رسمة. تعالى نعوض. عمر قالت لنا اول ما تشوف جزء سؤال فيه ليميت روح عوض. طيب يلا بينا. هعوض ازاي؟ هشيل كل اكس واكتب مكانها 2. يلا بينا. يبقى هنا 2 تربيع ناقص 5 على 2 ناقص 2. 2 تربيع بتساوي 4 ناقص 5 على 2 ناقص 2 بتساوي 0. هتقولي 0 على 0. 0 على 0 ازاي يا ابني؟ ركز. هنا 4 ناقص 5 بتساوي -1. 4 ناقص 5، الأربعة الصغيرة أطرح منها 5 هتساوي -1. -1 على 0 أصلا، يبقى دي غير معرفة. إذا النهاية أصلا مش موجودة. فأنت هتيجي توجد النهاية من ناحية اليمين. من ناحية اليمين يعني إيه من ناحية اليمين؟ من جهة اليمين. أنا ماشي كده من جهة اليمين، هلاقي إن النهاية رايحة لما لا نهاية، هتساوي ما لا نهاية، صح؟ ومن جهة اليسار أهي من جهة اللفت رايحة لسالب ما لا نهاية. فوق هنا ما لا نهايه ده الموجب، وتحت كده سالب ما لا نهايه. هتلاقي الداله ماشيه كده يا عيني، والله مش عارفه تروح فين الصراحه. فبتقول هنا ان النهايه هنا -1 على 0 رايح بتساوي سالب ما لا نهايه، ومن جهه اليمين رايحه لما لا نهايه. اذا النهايه هنا مالها؟ غير معرفه. بنقول له كده ان النهايه غير معرفه. هنيجي هنا لسؤال مهم جدا. ايه المهم في السؤال ده؟ ان هو بيعرفك ازاي توجد النهاية من على الرسمة. بيكون بيعطيك رسمة في الاختبار، وبيجي في الاختبار السؤال زي ده، وبيعرفك يقولك يا ترى ازاي اوجد منه النهايات. طيب اول حاجة كده بيقولك determine limit لما x تقول للواحد، وحاطط لي سالب كده. ايه سالب يعني؟ -1؟ لا مش -1. هنا limit لما اكس تقول لواحد او لاي رقم، ممكن يكتب لك 2 وفوق هنا سالب او موجب، معناه السالب من جهة اليسار والموجب معناه من جهة اليمين. يعني ايه؟ يعني امشي مع الدالة عند جهة اليمين. ماشي، تعالي نشوف هنعمل ايه. هنا بيقول لي ليميت لما اكس تقول للواحد. فين الواحد؟ روح عند اكس بتساوي 1 وحط عليها علامة اهي، اكس بتساوي 1. هو عايز ايه؟ اطلع عندها كده بخط، ارسم لي خط كده خفيف بالقلم الرصاص. ماشي اهو. عايزني ايه؟ عايزني من جهة اليمين، صح؟ عايزك من جهة اليمين. يبقى انا همشي مع الرسمة. فين الرسمة؟ اهي الرسمة اهي من جهة اليمين. بتقترب هتروح عند كام؟ يبقى انا همشي كده مع الرسمة. الرسمة مقسومة جزء فوق وجزء تحت. خلاص، الرسمة مقسومة جزء فوق وجزء تحت. تاني تعالى اوريها لك. هنا الدالة اهي، خلاص الدالة اهي مقسومة اهي
عندي كده شكل الدالة، وعندي دالة مرسومة هنا، الدالة هنا مقسومة جزئين، جزء فوق وجزء تحت. قال لي اوجد النهاية عند اكس بتساوي 1. يبقى انا اروح هنا عند نقطة الواحد، ارسم خط كده بالقلم الرصاص خفيف. خلاص اهو. قال لي يمين ولا شمال؟ قال لي من جهة اليمين، سوري، هنا قال لي حط عليها سالب، يا سالب يعني من جهة اليسار. يبقى انا هروح للدالة من جهة اليسار. فين اللي جهة اليسار؟ هل ده اليسار؟ لا مش ده اليسار، ده اليسار. خلاص هو ده الجزء اللي مرسوم من جهة اليسار. يبقى انا همشي كده، امشي امشي امشي، خلاص لحد ما اوصل عند الواحد، لحد ما اوصل للخط اللي انا وصلت له، الخط اللي انا رسمته اصلا. اشوف انا رحت عند رقم كام، اقف كده بقى بخط كده. الواي هنا قيمتها 2، قيمة الواي هنا بتساوي 2. اذا ليميت لما الاكس تقول للواحد من جهة اليسار هتكون بتساوي 2. طيب اللي ما فهمش دي يفهم التانية. يلا بينا تعالى، يعني انا حابة انقلك الرسمة دي هنا احسن. نقلنا الرسمة معانا اهي. طيب يلا بينا هنا بقى الجزء التاني بيقول لك ليميت لما اكس تقول للواحد، وحاطط لي فوقيها موجب. موجب يعني من جهة اليمين. قلت بعمل ايه؟ اروح عند اكس بتساوي 1، ارسم خط اهو. جميل. قال لي ايه؟ قال لي 1 عليه موجب. يعني ايه موجب؟ يعني من جهة اليمين. هدور على الدالة فين من جهة اليمين؟ اهي من جهة اليمين. همشي 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 لحد ما اخبط في الخط بتاعي، وصل بخط كده لحد الواي، راح وقابل خط الواي عند رقم كام؟ عند -1. يبقى هنا دي بتساوي -1. طيب ليميت بقى هنا بيقول لي الليميت لما الاكس تقول للواحد، ولا كتب لي سالب ولا كتب لي موجب. طب يعني ايه؟ الدالة ذات نفسها بقى ولا من جهة اليمين ولا من جهة اليسار عند الواحد. قال لك بص دلوقتي انت عندك شرط، الرقم عشان تكون النهاية يكون عنده نهاية لازم اليمين تساوي اليسار، لازم اليمين بتساوي اليسار. طيب انت جبت اليمين بكام؟ انا جبت اليمين بتساوي -1، وجبت اليسار بتساوي كام؟ بتساوي 2. اليمين مش بتساوي اليسار. اذا عند الرقم ذات نفسه بقى لو انا وقفت هنا عند الواحد، اذا مفيش نهاية. يبقى هنا لا يوجد نهاية. ليه يا عم الحاج؟ هقول له كده since او بما ان limit لما اكس تقول للواحد من جهة اليمين لا تساوي ليميت لما اكس تقول للواحد من جهة اليسار. اذا الليميت للاكس تقول للواحد هنا مش الواحد ولا يمين ولا يسار، لا الواحد ذات نفسه بقى. خلاص doesn't يعني ايه doesn't؟ يعني لا. doesn't exist يعني مش موجودة. خلاص يبقى لازم شرط ان هي تكون موجودة، يبقى اليمين بتساوي اليسار. طيب هنا بيقول لي عاوز ليميت لما اكس تقول -1. ايه ده؟ والله انا مش فاهم الصراحة. مركز كده، هنا كاتب لي -1، كاتب لك كده ليميت لما اكس تقول -1. السالب جنب الواحد، انتبه عشان في ناس بتتلخبط، السالب جنب الواحد مش على الواحد من فوق. يبقى عند رقم -1. خلاص يعني ايه رقم سالب؟ فين الرقم -1 اهو؟ بدور كده عند الاكس، بروح لخط الاكس، خط الاكس اهو. فين -1 اهو؟ اطلع عنده بخط. خلاص اشوف اليمين بتساوي كام؟ من جهة اليمين همشي كده، والله همشي كده وبعدين همشي كده، اشوف وصلت عند الواي بتساوي -1. يبقى -1. لازم تتأكد من اليسار كمان، من اليسار اهي راحت برضو عند نفس -1. اذا اليمين بتساوي اليسار اصلا. يعني ركز كده، هتلاقي الدالة هنا مش مقطوعة عند -1 اهو. الدالة مش مقطوعة، الدالة متصلة، يعني اليمينها زي شمالها، مفيش هنا فجوة. لو حطيت لك دايرة كده في النص يعني ان انت هنا عندك فيه ثغرة. طيب الحمد لله مصمتة، الدايرة مصمتة والخط متوصل ومفيش اي مشاكل. اذا عند -1 اوصل ارسم خط كده بيقطع خط الواي عند نقطة الواحد. اذا النهاية عند -1 بتساوي 1. يا رب يكون المثال مفهوم، وهعطيك مثال في اخر محاضرة ان شاء الله عشان انت تطبق عليه اكتر. يلا بينا ورقة وقلم، ولازم يكون معاك ورقة وقلم وانت بتحل. لو مش معاك ورقة وقلم معلش مش هتعرف تحل اي حاجة في الاختبار. يلا بينا. هنا بيقولك evaluate limit لهنا اكس تقول -3. هو يهمني الرقم ده 3x زائد 9، وهنا x تربيع ناقص 9 من غير ما تشوف الرسمة. خلاص يلا بينا نحل. اول حاجة قلنا ام عمر قالت ايه؟ قالت اشيل كل x واكتب مكانها الرقم ده. الرقم ده كام؟ -3. اذا ان عندي الدالة هنا limit لما اكس تقول -3، وهنا عندي 3x زائد 9 على x تربيع ناقص 9. اول حاجة هبدأ اعوض، اشيل كل x واكتب مكانها -3. اذا 3 وبعدين افتح قوس وهنا عندي x واكتب مكان جوه كده -3 زائد 9 على هنا
اكس تربيع يعني سالب 3 تربيع زائد 9، سوري ناقص 9 ناقص، بتساوي 3 ضرب سالب 3، خلي بالك ده ضرب، 3 ضرب سالب 3 بتساوي سالب 9 زائد 9، وتحت سالب 3 تربيع، التربيع بياكل السالب اذا بتساوي 9 ناقص 9. طيب سالب 9 زائد 9 بتساوي 0. المقام 9 ناقص 9 برضو بتساوي 0 على 0. يوه هقف بقى افكر يا ترى ازاي هتخلص من الصفر على 0. هتخلص منه ازاي؟ يا اما تحليل او مرافق. هل هنا في جذر؟ لا، اذا انا هستخدم التحليل. يلا بينا نستخدم التحليل. افكر، هل البسط فيه تحليل؟ ده 3 اكس زائد 9. هتقولي ده ليه لا، ركز يا ابني، هنا 3 اكس زائد يبقى ما فيهاش تحليل. ولكن ركز كده في حاجه تانية، انت عندك هنا 3 وهنا 9 صح؟ ايه رأيك؟ مش التسعة بتقبل على التلاتة؟ اذا باخد 3 عامل مشترك. بما ان التسعة بتقبل على التلاتة، اذا هاخد التلاتة بره مشترك. ماشي، انا همشي زي ما انتي ما بتقولي وهاخد التلاتة مشترك. ازاي باخد عامل مشترك؟ الرقم اللي انت قررت هتاخده مشترك بتقسم عليه، يعني انت خدته من هنا خلاص اتبقى اكس صح؟ طيب التسعة اقسمها على التلاتة اللي انت اخدتها مشترك. 9 قسم التلاتة بتساوي كام؟ بتساوي 3. طيب بس انت هنا ما استخدمتيش تحليل. انا هستخدم تحليل في المقام. هو ده اللي انت لسه حلاه من شويه، اكس تربيع ناقص 9 صح؟ بتتحلل ازاي؟ بفتح قوسين، الاولى اكس في اكس والتانية التسعة بتساوي 3 ضرب 3، واحده سالب وواحده موجب. بصي انا مركز اهو شاطر. فوق عندي اكس زائد 3 وتحت عندي اكس زائد 3، تيكا 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 راحوا مع بعض. خلاص هو ده الصفر على الصفر، هو ده المشكله. اتبقى ايه؟ يبقى هنا اكس تقول لسالب 3. اتبقى عندي اكتب كده ليميت لما اكس تقول لسالب 3، البسط اتبقى 3، المقام اتبقى اكس ناقص 3، اكس ناقص 3. طيب بعد كده اخر خطوه بقى هتروح تعوض تاني، تروح تعوض مره تانية. شيل الاكس واكتب مكانها سالب 3، البسط 3 زي ما هو اهو هينزل، والمقام سالب 3 ناقص 3 بتساوي 3 هنزلها، سالب 3 ناقص 3 بتساوي كام؟ بتساوي سالب 6. الاشارات هنا متشابهه، سالب سالب نزل السالب واجمع الرقمين، لان انت ممنوع استخدام الحاسبه في الاختبار. سالب سالب نزل السالب واجمع الرقمين. طيب 3 قسم السالب 6 بتساوي كام؟ بتساوي سالب نص. التلاتة نص الستة، التلاتة نص الستة والسالب نزله، يا بتساوي سوري سالب نص، سالب نص، سالب 1 على 2. يا رب تكون واضحة وسهلة. ركز هنا في هذا المثال علشان نشوف. هنا بيقول لي determine، ده ايه determine؟ احنا متعودين على كلمة evaluate زيها بالظبط كلمة determine، يعني حدد قيمة الليمت. ليميت هنا المرة دي اكس تقول للتلاتة 3 اكس زائد 9 على اكس تربيع ناقص 9. هنا اول حاجة طبعا لازم الرسمة دي تكون مرسومة. خلاص طيب لو مش مرسومة لازم اول حاجة اروح احل. يلا بينا. اول حاجة هنا عندي الليميت لما اكس تقول ل 3 اكس زائد 9 على اكس تربيع ناقص 9. هعمل ايه؟ هروح اعوض. خلاص طيب يلا نعوض. هنشيل كل اكس ونكتب مكانها 3 اكس يعني 3 ضرب 3 زائد 9 على اكس تربيع يعني 3 تربيع ناقص 9. 3 ضرب 3 بتساوي كام؟ بتساوي 9 زائد 9 على 3 تربيع اللي هي 9 ناقص 9 تكون بتساوي كام؟ 9 زائد 9 بتساوي 18 على 0. لازم اقف بقى. خلاص 18 على 0 يعني كمية غير معرفة، ما معرف مش عارفها يا ترى بتساوي كام. خلاص يبقى النهاية غير موجودة. خلاص طيب هنا هبدأ أول حاجة أوجد النهاية من جهة اليمين. خلاص من جهة اليمين فين رقم 3 أهو، وليكن مثلا هنا 1 2، وليكن مثلا هنا رقم 3. خلاص هو عايز عندي قيمة 3، فهروح لليمين من جهة اليمين 3 على رقم، خلاص او على 0، فبتساوي كام؟ بتساوي موجب ما لا نهاية. اي رقم على 0 بيساوي ما لا نهاية، اي رقم على 0 بيساوي ما لا نهاية. طيب اكتبها ازاي في الاختبار عشان بس خطواتي تكون منظمة في الاختبار؟ هقول له بص انا اول حاجة انا هوجد ليميت لما اكس تقول لرقم 3 ده من جهة اليمين. خلاص فهتكون بتساوي 18 على رقم موجب. صح؟ لان ليه رقم موجب؟ لان انت هنا بتعوض من جهة اليمين، فالاجابة بتساوي كام؟ بتساوي موجب ما لا نهاية.
طيب بعد كده هروح اوجد ليميت لما اكس تقول ل3 ولكن من جهة اليسار. محدش يكتب لي سالب هنا، السالب من فوق، فهكتب هنا 18 على سمول او على هنا رقم سالب او صفر من صفر من السالب، يعني هتكون بتساوي كام؟ بتساوي سالب ما لا نهاية. طيب بما ان دي ما لا نهاية ودي سالب ما لا نهاية، فهقول له ايه؟ ان دي doesn't exist. يعني ايه doesn't exist؟ يعني النهاية غير موجودة. بنسمي هنا ده كده، وبعدين هتدرسه ان شاء الله تاني ان انت هتوجد خط التقارب. هنا بنسميه اسيمتوتس. اسيمتوتس يعني خط تقارب، يعني الدالة اول ما بتقرب عند الرقم ده او عند الخط ده بتتجنن، بيحصل لها جنون. يعني ايه؟ من اليمين هتوصل لفوق ومن ناحية الشمال هتنزل لتحت، تفضل مكملة للاسفل. هنا برضو ده مهم جدا، سؤال مهم جدا، وهو ده قانون انت بتحفظه. قانون لما يقولك هنا ليميت لما اكس تقول لصفر، هو ده حفظ. بيحط لي فوق هنا ساين اكس وتحت اكس، لما تيجي تعوض هتلاقيها بتساوي صفر على صفر، لا هي بتساوي 1، تكون حافظها بتساوي 1. طيب ممكن السؤال يجي لك كالتالي ليميت لاكس تقول لصفر ويحط لك هنا كده، يعني ده سؤال اصلا جه قبل كده، 3 اكس على اكس، فدي بتساوي كام؟ بتساوي 3. ليه؟ الرقم اللي هنا 3 بتساوي 3. طيب جبتيها منين؟ اولا كده لازم الرقم اللي هنا او الحاجة اللي جوه الساين هي تكون تحت. يعني هنا 3، فانا لازم اضرب في 3 هنا، خلاص، واضرب في 3 بره، فدي بتساوي كام؟ دي بتساوي 1 ضرب 3. طيب لو كتبتها لك كده ليميت لما اكس تقول لصفر، لو حط لي حاجة تانية غير الصفر يبقى غلط، لازم يكون هنا صفر ويكون عندي هنا ساين 7 اكس على اكس مثلا، او خليها 3، فدي هتكون بتساوي كام؟ الرقم ده على الرقم ده. تمام، يبقى هتكون بتساوي 7 على 3. طيب جبتها منين؟ لازم طلع ال3 دي بره، انا هطلع ال3 بره عشان افهمك جت منين. هنا ساين 7 اكس صح، لازم تحت 7 اكس اهي، لازم يكون هنا عندي 7 اكس برضه، انا كتبت 7 اكس. طيب مش انت كتبت 7 هنا؟ لازم تضرب في 7، وانا اصلا عندي 3، يبقى هطلع ال3 بره، يبقى تساوي 7 على 3. طيب جميل، انا ده قانون اصلا انت بتحفظه. السؤال ممكن يجي في الاختيارات، السؤال بيجي اختيارات في الجزء ده. طيب بعد كده السؤال التاني اللي هو 2.7 او مش عارفه رقم كام، هنا بيكون بقى ايه؟ دي داله اصلا غير معرفه على طول كده، اول ما تشوفها داله غير معرفه. دي داله ايه؟ دي داله القيمه المطلقه. ايه القيمه المطلقه دي؟ اسمها دي قيمه مطلقه مش مطلقه، خلاص بنحطها كده بين عصايتين. طيب البين عصايتين دي خلاص بتطلع لي يا اما موجب يا اما سالب. يعني لو احنا قلنا القيمه المطلقه ل5 بتساوي 5، ولو قلنا القيمه المطلقه لسالب 5 برضو بتساوي 5. اذا قيمه الاكس اللي جوه دي بتحتمل جزئين، يا اما اكس يا اما سالب اكس. عشان كده احنا بنعمل حاجه اسمها اعاده تعريف للداله. يبقى الداله دي بنعيد تعريفها. بنكتبها ازاي؟ هنا الاف اوف اكس بتساوي، بنعمل لها جزئين. والله بقول له بص، يا اما بتساوي اكس على اكس، ليه؟ اخدت الجزء الموجب من ده، او بتساوي اكس على سالب اكس. وهنا طبعا لو الاكس موجبه بناخدها اكس، ولو الاكس اكبر من الصفر. وهنا سالب صح، يعني الاكس اصغر من الصفر، خلاص مفيش هنا يساوي. تمام. طيب هنا هتكون بتساوي كام؟ اكس على اكس. اي حاجه على نفسها احفظ، اي حاجه على نفسها بتساوي 1. طب واي اكس على سالب اكس، يبقى دي بتساوي سالب 1. اذا اليمين مش بتساوي الشمال، اذا الاجابه ايه؟ يبقى الداله غير معرفه، يبقى النهايه دي doesn't exist. يبقى من جهه اللفت بتساوي سالب 1، من جهه الرايت يعني اليمين، اللفت اللي هو الشمال، اذا بتساوي سالب 1. يبقى النهايه اليمنى مش بتساوي النهايه اليسرى، اذا الداله او النهايه غير معرفه او doesn't exist، النهايه غير موجوده. طب هتقولي اكتبها ازاي؟ هقولك هتكتبها كالتالي. انا كنت بفهمك، ولكن تعالى دلوقتي نكتبها يلا. هقول له والله بص يا عم الحاج، انا هوجد ليميت لما اكس تقول، هو عايزها كام؟ للصفر من جهة اليمين. من جهة اليمين يعني هنا اكس على اكس، خلاص بتساوي كام؟ بتساوي 1 من جهة اليمين. وهروح اوجدها لك ليميت لما اكس تقول للصفر ولكن من جهة اليسار. يعني ايه من جهة اليسار؟ يعني اكس على سالب اكس بتساوي سالب 1. هقول له دلوقتي بما ان النهاية ليميت لما اكس تقول للصفر من جهة اليمين لا تساوي ليميت لما اكس تقول للصفر من جهة اليسار، اذا النهاية غير موجودة.
كده يكون الحمد لله الدرس خلاص. انا هحطلك بس كده تمرين، ده كده جه في اختبار قبل كده، وحاول تحله برضو. التمرين ده جه في اختبار قبل كده، حاول انت تحله كده، ويعني هحله معاك. اوكي، يعني يلا بينا نحله كده سريعا. بقولي determine the limits from the graph، يعني حدد لي النهايات من الرسمة. هنا بقولي limit لما الدالة عند الزيرو من جهة اليسار. فين الصفر؟ الصفر اهو. خلاص، اعمل ايه؟ احنا اتعودنا هرسم خط. خلاص، قال لي من جهة اليسار، يبقى انا همشي من جهة اليسار. بتساوي كام؟ قطعت خط الواي في كام؟ بتساوي -1. طيب هنا عند الصفر ولكن من جهة اليمين، الخط بتاعي اهو. فين الدالة؟ اهي من جهة اليمين. قطعت خط الواي في كام؟ عند نقطة بتساوي 1. النقطة. طب الصفر هنا بقى حاطط لي صفر اهو، ولكن مش كاتب عليها ولا يمين ولا يسار. طب اليمين بتساوي -1 سوري، اليسار بتساوي -1 واليمين بتساوي 1. اذا هنا دي غير موجودة. doesn't، لازم تتعود ان انت تكتب انجليزي doesn't exist. طيب هنا limit لما الاتنين